السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. شكرا لكم بزاف رحنا وصلنا 10 ونتمنى إن شاء الله المزيد. شكرا لكاع المتتبعين الأوفياء، كنشكركم بزاف. فهنايا كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم وصفة اللي زوينة بزاف بمكون واحد. غادي نشارك معكم وصفة العلاج بومزوي أو القولون العصبي، وصفة عن تجربة لكل واحد كيعاني من المشكل ديال بومزوي، كتنفع كذلك حتى في المعدة والمصران. فغادي نحتاجوا فيها الحلبة البلدية. فبالنسبه للطريقه ضروري انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير ديالو باش غادي تستافدوا معايا. يعني غادي نشارك معكم بعض النصائح بحكم انني حتى انا كنت كنعاني من المشكل ديال بومزوي. فاول حاجه غادي نحتاجوا كما شفتوا معايا في الفيديو الحلبة البلدية. عندي تقريبا هنايا نص كيلو ديال الحلبة البلدية. غادي تاخذوها وغادي تنقيوها مزيان من بعد انكم غادي تغسلوها. حاولوا انكم تغسلوها مره وجوج حتى كتحيدوا منها كاع داك التراب وداك الشوائب اللي كيكونوا فيها. من بعد غادي ديروها باش غادي تسقطر. عاد من بعد غادي تعرفوا معايا على المكون اللي غادي نضيفوا ليها. هنا كما شفتوا معايا الحلبة البلدية من بعد ما غسلتها وتسقطرت غادي ناخذوها وغادي نديرها في واحد الاناء وغادي نضيف عليها زيت الزيتون. هنا غادي نشدوا هاد الحلبة هذه وغادي نفوروها. هاد الوصفه هذه عطاتها لي يعني السيده اللي كنت متبعه معاها وكانت كتمسد ليا. يعني حتى انا كنت كنعاني من مشكل ديال بومزوي وكنت كنمسد يعني متبعه المسيد. وكانت هاد السيده هذه اللي كتمسد ليا هي اللي عطاتني هاد الوصفه ديال الحلبه. قالت لي تاخدي الحلبه بهذه الطريقه اللي وريت لكم، غادي تغسلوها من بعد كتنشفوها ومن بعد غادي ديروا ليها الزيت البلديه. يعني غادي تعمروها بالزيت مزيان كما شفتوا معايا. غادي تخليوها ترتاح واحد شويه من بعد كتشرب لينا كاع داك الزيت البلديه. ومن بعد غادي نديروها في الكسكاس باش غادي نفوروها. غادي تفوروها تقريبا من 20 حتى ل 25 دقيقه حتى نص ساعه تقريبا وهي كتفور. فهنايا بالنسبه للطريقه غادي تاخذوا البرمه ديالكم، غادي ديروا فيها القياس ديال الماء وغادي ديروا فيه تقريبا واحد الحفينه صغيره ديال الزعتر. غادي ديروا الحلبه باش غادي تفور وغادي تخليوها كما قلت لكم تقريبا حتى لنص ساعه وهي كتفور. يعني ماشي بالضروره انها طيب ديك الحلبه او انها يعني ترطب، غير انكم تفوروا هذيك نص ساعه فقط. فبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف. الناس اللي عندهم بومزوي وهالكم كيجيب لهم يعني العياء والسخفه ومعذبهم يعني وشاد فيهم بزاف منشفهم، يعني حتى في الصحه ديالهم كتكون عندهم يعني المشكل ديال النحافه والشهيه يعني كتكون مسدوده ليهم. فضروري من انكم تمسدوا 3 ايام يعني في الصباح بكري على الريق بالزيت البلديه. يعني تشوفوا شي واحد اللي كيمسد وتمسدوا او انكم ديروا المسيد بالحجامه. من بعد كتبعوا هاد الوصفه هذه. فهاد الوصفه هذه بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها كما قلت لكم غادي تفوروها تقريبا 30 دقيقه. من بعد كتحيدوها كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا. ومن بعد كتنشروها باش غادي تنشف. غادي ديروها في شي صينيه ولا شي بلاطو وغادي تخليوها غير في الظل حتى كتنشف مزيان. راه واخا كتنشف كيبقى يعني فيها داك الزيت. يعني ملي كتنشف راه كتبقى يعني متلبسه بداك الزيت. من بعد كتجمعوها في شي قرعه وكتحتفظوا بها. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد الحلبه البلديه هذه اللي مفوره بالزيت البلديه، غادي تاخذوها تبقاو تاخذوا معلقه صغيره على الريق. يعني يوميا في الصباح ملي كتصليو الفجر كتاخذوا ديك معلقه صغيره على الريق بحال كتصوموا عليها. من بعد عاد باش كتفطروا الفطور ديالكم عادي. وبالنسبه يعني الناس اللي بغاوها لزياده الوزن يقدروا يستعملوا معلقه صغيره بعد كل وجبه قبل كل وجبه. يعني قبل ما تفطروا معلقه صغيره وقبل الغداء معلقه صغيره وقبل العشاء معلقه صغيره. والناس اللي عندهم مشكل ديال بومزوي وعندهم ديك النحافه المفرطه يعني عندهم الشهيه مسدوده ليهم، فكتاخذوا ديك معلقه صغيره مع الماء على الريق. ضروري انكم تصوموا عليها تقريبا واحد نص ساعه عاد باش كتفطروا. راه زوينه بزاف. والناس اللي غيقولوا لي الريحه راه ما كتخليش الريحه، ما كتكونش فيكم الريحه نهائيا، لان من بعد ملي كتغسلوا ديك الحلبه وكتفوروها ما كتكونش فيها الريحه خصوصا هاد البلديه هذه. وتقدروا انكم تستعملوها حتى في الحسوه ديالكم، تستعملوها في الماكله ديالكم، في المرقات، تستعملوها في الرفيسه هكا ولا حتى في الحسوه الا درتوها ديروا ديك معلقه راه زوينه بزاف. والناس يعني اللي كيكون عندهم بومزوي ضروري انكم يعني متبقاوش تعصبوا، تعطيو شويه لخاطر راسكم، لانه هو صعيب الا تعطل يعني كيكون صعيب انه باش كيتعالج.
فكما قلت لكم حاولوا انكم تمسدوا البلاصه يعني اللي كيخبط فيها، يعني اللي كيضرب فيها داك البومزوي، حاولوا انكم تمسدوها 3 ايام على الريق، فراه كيعطي نتائج اللي زوينه، وتقدروا انكم كما قلت لكم تستعملوا حتى الحجامه. فالوصفه ديالنا كانت بهذا الشكل هذا، وصفه اللي خفيفه ظريفه بمكون واحد، وصراحه تبعتها انايا وعطتني نتائج اللي زوينه بزاف، وبغيت نشاركها معكم. فكنتمنى ان شاء الله الشفاء لكل مريض. وشكرا لكم دائما على كل دعم. اي سؤال او استفسار خليولي في التعاليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم، ومزيد ان شاء الله من الوصفات. مع السلامه.